سالم الدوسري الهداف التاريخي في نادي الهلال السعودي، سعودي الأصل، لاعب محلي الصنع، يعني لاعب محلي كده سعودي أصيل. خلينا النهاردة نتكلم عن نادي الهلال السعودي وتحديدا سالم الدوسري، اللاعب المحترف اللي عامل شنة ورنة في نادي الهلال السعودي، اللي عامل شنة ورنة في السعودية كلها. خلينا نتكلم عليه لأنه ده لاعب محلي الصنع، لاعب سعودي. طبعا كلنا عارفين انه الهلال السعودي من النوادي المحترفة في السعودية، وبيجيب لعيبة كتير محترفة من بره، وفي الوقت الحالي اصلا 80% من اللعيبة بتاعته جايين من بره، ولعيبة محترفة من الدول الأوروبية، و90% منهم اصلا كلهم أوروبيين لعيبة نادي الهلال السعودي. ولكن لما نتكلم على سالم الدوسري صاحب ال31 عام، اللاعب السعودي الأصلي، يبقى هنا سأسكت قليلا. كل ما هو عليك عزيزي المشاهد، تابع معايا الفيديو للنهاية ونعرف أصل الحكاية. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي، ما تنساش تدعمني بلايكك الجميل لأنه بيفرق معايا جدا. حبايب قلب الهواري، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسعادة. صل على الحبيب عشان قلبك يطيب، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كلنا عارفين ان الدوري السعودي في الفترة الاخيرة عامل شنة ورنة. ليه عامل شنة ورنة؟ لانه الدوري السعودي بدأ يهتم جدا بكرة القدم عنده. الدوري السعودي بدأ يهتم بكرة القدم، وبقى يجيب لعيبة من بره، ومن اكتر النوادي في السعودية اللي بتجيب لعيبة من بره هي الهلال والنصر والاتحاد والاهلي وكل دول. ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن الهلال السعودي بالتحديد، وبالتحديد كمان اللاعب سالم الدوسري. ليه هنتكلم على سالم الدوسري هواري مع انه في لعيبة كتير محترفة زي ساديو ماني وغيره وغيره في نادي الهلال؟ لانه سالم الدوسري يعتبر الهداف التاريخي في نادي الهلال السعودي، لانه احرز 12 هدف حتى هذه اللحظة. طبعا الهلال السعودي اخر مباراة لعبها مع الخلود فاز 5-1، وده طبعا كان دوري روشن السعودي. وطبعا الهلال دايما بيعودنا على كده، على حرفوته. لكن الهلال السعودي يا جماعة الفترة الأخيرة بيعمل أداء جامد جدا، وزي ما قلت لحضراتكم آخر مباراة لعبها 5-1 مع نادي الخلود في دوري روشن السعودي. ويعتبر الهلال السعودي من أفضل النوادي في الفترة الحالية في السعودية. ولكن لو هنتكلم على سالم الدوسري، يبقى احنا بنتكلم عن لاعب عود الأصل كده، لاعب متصنع في لعبه، مش متصنع يعني متكبر، لا، في فرق في المعاني هنا عزيزي المشاهد. سالم الدوسري يعتبر من اللعيبة العالمية في السعودية. خلي بالك بداية نشأته كان يلعب في الدوري الإنجليزي مع أحد النوادي هناك، ولما احترف وكده فثبت في الهلال السعودي. وبالمناسبة كمان شارك في المنتخب السعودي في أحد البطولات اللي فاتت. ويعتبر سالم الدوسري أفضل لاعب وعامل شنة ورنة الفترة الأخيرة. تخيل سالم الدوسري أي مباراة بيلعبها لازم يجيب فيها أهداف. أنا ما شفتلوش مباراة ما جابش فيها أهداف، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخمسة وخميسة عليك يا سالم الدوسري. يمكن ناس كتير تستغرب من حضراتكم وتقول هو أنت سايب كل اللعيبة المحترفة في نادي الهلال السعودي وبتتكلم على سالم الدوسري؟ هقول لك لأنه ده سعودي الأصل. في فرق لما يكون عندك لاعب محلي محترف، وفي فرق غير لما يكون عندك لاعب محترف ولكن يكون جايبه من بره ومنشتريه، زي ساديو ماني كده اللي بيلعب برضه في الهلال، زي لعيبه كتير بتلعب في الهلال محترفه جايه من بره. ولكن سالم الدوسري لما نتكلم عنه يبقى هنا سأسكت قليلا. اللاعب صاحب 31 عام اللي ما زال في تاريخ الهلال السعودي هو الهداف الوحيد لحد هذه اللحظه. هتقول لي ما هناك النصر، مش مشكلتنا نصر وكريستيانو اللي جه عنده 40 سنه، احنا النهارده بنتكلم على الهلال السعودي وسالم الدوسري بالتحديد وحلاوته وبجلاوته وشقاوته. نتمنى طبعا ان السعوديه يكون فيها لعيبه كتير محليه زي كده ناشئه، يعني لعيبه محليه الصنع كده زي سالم الدوسري. لان انا بصراحه يعني ضد انك انت تخلي اللعيبه كلها بتاعت النوادي بتاعتك تكون جايه من بره. حاول تعمل لعيبه كده محترفه من بلدك. ده مش كلام موجه بس للسعوديه، ده كلام
موجه لكل الدوريات العربية. حاولوا تهتموا باللعيبة بتاعتنا العربية اكتر ما انتم بتهتموا وتجيبوا لعيبة وتشتروها من بره. طبعا كل الاحترام للاعب الكبير سالم الدوسري، وبالتوفيق ليه ان شاء الله. وبكده عزيزي المشاهد يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وياريت تعليق حضراتكم كلام جميل كده على سالم الدوسري. هل انتم بالفعل شايفينه الهداف التاريخي في نادي الهلال السعودي كما قال الهواري ولا لا؟ مستني رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساش عزيزي المشاهد في نهاية الفيديو أن تنضم في جيش الهواري واشترك في القناة ويتابع مني كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.